بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال الله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وقال جل جلاله: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وقال سبحانه: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. وقال جل جلاله: وإنك لعلى خلق عظيم. ولقد أحسن القائل: أبعد ثناء خالقنا تعالى على طه ثناء للورى لا، فما أبقت على خلق عظيم مؤكدة لمخلوق مقالا. ويجب على مادح رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجتنب الإطراء وهو مجاوزة الحد في المدح والكذب فيه. فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. رواه البخاري. دل هذا الحديث على تحذيره صلى الله عليه وسلم من الغلو فيه ومجاوزة الحد في مدحه، كما فعل النصارى مع المسيح ابن مريم فوصفوه بالألوهية والبنوة لله تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فالرسول صلى الله عليه وسلم يحرص على توحيد الله ويخاف على الأمة من الوقوع في الشرك. ومما لا شك فيه أن قلوب المسلمين مليئة ولله الحمد بحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لذا ظهر الكثير من الكتابات قديما وحديثا في مدحه صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك قول المختار بن التقي القلاوي المتوفى سنة 1424 عليه رحمة الله: الحمد لله العلي الصمد، ثم صلاتنا على محمد. وبعد ذي بعض شمائل الأبر محمد رسولنا خير البشر، مما تواتر وشاع في الخبر، فمدحه بالنص خير من ذكر، تدعو إلى الغلو والإطراء وتستبيح الوضع في الأنباء. ماذا يقول مادح العدنان من بعد ما مدح في القرآن؟ فذكره بذكر مولانا اجتمع عند الأذان والصلاة والجمع. يا أيها النبي أيها الرسول خطابه والكل نص في الأصول، وذاك للتأكيد في رسالته لصدقها وفضله كرامته، ولم يجرد باسمه إلا إذا أخبر عنه فانتبه آخي لذا. ونودي الكرام بالتجريد في خطابهم ليعلم الفضل الخفي، وأخذ الميثاق باتباعه عليهم وأحرى على أتباعه. كبرى الشفاعة له والكوثر خص بذا ضمن أمور تكثر، وفضله عليهم جلي في موقف حيث بدا العلي. إذ قال الأنبياء نفسي نفسي سواه فالفضل له كالشمس، إرساله للكل باقي الرسل أرسل للبعض وذا فضل جلي. دنا من الرب دنوا لا يطاق ففاق جبريل وسائر الرفاق، وحرمت زوجاته على الأنام خص بذا من دون سائر الكرام. بلغ جاهد بنا وخندقا غرس خاط قد غزا ليمحقا جند العدا ويغرس الإيمان والخلق الحسن والإحسان، ويضع الدعائم الحضارية لأمة أرضية سماوية مسلمة قوية التوحيد بالله والدين القوي الوحيد. وبين الشرائع الإلهية بفترة كانت هناك واهية، أرشد في كل الأمور الخالقة إنسا وجنا عاقلا والحمقى، وجه في الشعور والأزياء وفي اللباس سائر الأحياء، لينقذ الأمة من أخطار تمزق الوحدة في الأقطار، ويدعم الأمة في استقلال شعوبها انتمائها المثالي. ووجب اتباعه محبته تصديقه ولاؤه ونصرته، تفضيل قوله وفعله على أقوال كل العلماء في الملا. ومن يفضل قولة لغير عن هديه رمى بنات غير، يا جهل من بالرأي يعملون مع نقصه والنص يهملون. في مدحه تكاثر الظباء على خراش حبذا الثناء، فجوده وحلمه وعلمه وحزمه وعزمه وفهمه وعقله ونبله شهامته، وفضله عفته شجاعته، ونصحه رحمته ورأفته بالمؤمنين طبه وحكمته. لم يدرك الدهر مداه لا ولا يعلمه إلا الإله ذو العلا، وحسنه خلقا وخلقا لا يعد، أدبه تواضع كل ورد
ورده. عجز بالقرآن كل الناس فهو الشفاء هديه والآسي، ومعجزاته وما خص به لم يدرها حصرا أخص صحبه. بركة الطعام منها والقمر شق له، والجذع حن والشجر قيد له، والبرء للضر اشتهر بلمسة الكف من الهادي الأبر. إجابة الدعاء في كل وطر منها سواء كان خيرا أو بشر. مسح ضرع حائل فدرتي، ورد عينا أسقطت فقرتي. تفل في عين علي عند الرمد فبرئت في الحين واجتاح البلد. وفجر المياه بالآبار حتى اكتفى الأصحاب في الصحاري. والماء من أصابع له نبع، يا حبذا ذاك النبي المتبع. أخبر بالغيب فكان ما ذكر، صدقا بذا أكرمه رب البشر. وسوف يعطي من إلهنا كفى، فلا تعد معجزات ذي الوثى. والفضل في أبنائه أتباعه أمته، والشرط في اتباعه. وارزق لنا يا ربنا محبته، وقفوه ولاءه ونصرته. صلى عليه الله عد الذر، وعد ما في بحره والبر. وآله وصحبه ذوي النهى، ومن قضى الأمر وبالنهي انتهى. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.